مش مهم تعرف كل المصطلحات دي لو مش مهتم بالبيزنس. بارت 3. انا عارف انك بتتفرج على شارك تانك، بس في مصطلحات كتيره مش بنفهمها كلنا كده يعني، صح؟ بس هتعمل ايه لما تفتح بيزنس؟ تعالى وانا اقول لك. بتسمع مصطلح كاش فلو، صح؟ او التدفق النقدي، وده هو الفرق ما بين الفلوس اللي داخله الشركه والفلوس اللي طالعه منها. لو بيدخل الشركه كل شهر 50000 جنيه وهي بتصرف 20000 جنيه، يبقى التدفق النقدي بتاعها 30000 كل شهر. ولو اللي داخل اكتر من اللي خارج يبقى اسمه كاش فلو بوزيتيف، ولو اللي خارج اكتر من اللي داخل يبقى اسمه نيجاتيف. بتسمع مصطلح الليكويديتي او السيوله، ودي هي قدره الشركه على تحويل كل الاصول اللي عندها لكاش او فلوس سايله بسرعه. يعني لو الشركه عندها فلوس في البنك يبقى دي سيوله عاليه، عندها اسهم في البورصه يبقى دي سيوله متوسطه، ولو اصول الشركه كلها في العقارات يبقى دي سيوله منخفضه، لان انت هتاخد وقت كبير جدا عشان تحولها لفلوس جاهزه. عشان كده لازم الشركه توازن ما بين الفلوس اللي معاها وما بين الفلوس المجمده. تسمع مصطلح الار او اي او ريتيرن اون انفستمنت، والعائد على الاستثمار، وهو على كل جنيه الشركه بتصرفه بيترد لها كام. يعني انت لو شغلت اعلان ب 1000 جنيه جاب لك مبيعات ب 30000 جنيه، لكن جمله البضاعه 15000 جنيه، يبقى الربح بتاعك كام؟ ال 30000 جنيه مبيعات اللي انت عملتهم ناقص حق جمله البضاعه ناقص ال 1000 جنيه بتاعت الاعلانات، يبقى انت كده كسبت كام؟ كسبت 14000 جنيه. وده معناه ان انا استثمرت واشتريت البضاعه برقم وترد لي عليها 90% من اللي انا دفعته، يبقى انت الار او اي بتاعك هو 90%. يعني كل جنيه دفعته بتاخد قصاده جنيه و90 قرش. انا حاسك لسه ما شبعتش وعايز مصطلحات اكتر من كده في البيزنس، فما تنساش تسيب الفيديو ده عشان ترجع له لما تفتح بيزنس، وما تنساش تعمل لي فولو عشان اجي لك في بارت 4 بمصطلحات جديده. مش مهم تعرف كل المصطلحات دي لو مش مهتم بالبيزنس. انا عارف ان احنا كلنا بنتفرج على شارك تانك، بس في مصطلحات كتيره جدا ما نعرفهاش. امال هتعمل ايه لما تفتح بيزنس؟ تعالى وانا اقول لك. بتسمع البي تو بي او البيزنس تو بيزنس، وهو ان شركه تبيع حاجه لشركه ثانيه. طب بتسمع البي تو سي او البيزنس تو كونسيومر، وهو ان شركه تبيع المنتج بتاعها لمستهلك عادي او عميل زينا. بتسمع البي تو جي، وهو ان الشركه تبيع المنتج بتاعها للحكومه. طب بتسمع عن السي تو سي؟ انا حاسس انك دخلت دوامه واتحشرت. بص يا صديقي، السي تو سي هو كونسيومر تو كونسيومر، وان عميل عادي خالص بيبيع لعميل عادي زي اوليكس، حد بيبيع الحاجات المستعمله عنده واللي بيشتريها عميل تاني. مفيش شركات في القصه خالص. تسمع عن البي تو بي تو بي سي؟ طب لا ثواني، مش دي، عن البي تو بي تو سي. حتى مدرس انجليزي. بص يا صديقي، البي تو سي تو سي انت اكيد خمنت. البيزنس تو بيزنس تو كونسيومر، يعني مثلا تجار الجمله بيبيعوا تجار التجزئه، وتجار التجزئه بيبيعوا للعملاء العاديين اللي زينا. طب تسمع عن حاجه اسمها الساس، سوفت وير از ا سيرفيس، وهو انك تبيع برمجيات كمنتجات، يعني حاجه مش بتشتريها مره واحده، بتدفع لها اشتراك شهري غالبا زي جوجل درايف او سبوتيفاي او نتفليكس. تسمع مصطلح سبسكريبشن موديل؟ ايوه صح، هو اللي في دماغك. يعني العميل بيدفع فلوس وبيقعد يجدد علشان ياخد الخدمه لمده معينه، يعني مثلا بيدفع لها اشتراك شهري او سنوي او مثلا فريميوم. هتقول لي هو في كلمه اسمها فريميوم؟ في كلمه اسمها فريميوم. المقطع الاولاني فيها بتاخد من كلمه فري، والمقطع الثاني بيتاخد من كلمه بريميوم، يعني تاخد الخدمه بشكل مجاني لكن ليها مميزات محدوده، ولو عايز الباقي ادفع اكتر. والله ده رابع فيديو، بس انا حاسسك لسه ما شبعتش وعايز فيديوهات ومصطلحات اكتر من كده، فما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان هجي لك الفيديو اللي جاي بمصطلحات اكتر. ما تنساش تعمل لي فولو عشان يوم ما تفتح بيزنس تبقى تفتكرني.